بلدنا يحظى بالتقدير والاحترام وبالثقة والمصداقية جهويا ودوليا، كما أن لدينا صورة إيجابية لدى شعوب العالم. غير أنه يجب أن نعرف جميعا أن هناك في المقابل جهات تحسد المغرب على مساره السياسي والتنموي وعلى أمنه واستقراره وعلى رصيده التاريخي والحضاري وعلى اعتزاز المغاربة بوطنهم. وأستحضر هنا قول جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم كثر حسادنا، لأن كثرة الحساد تعني كثرة المنجزات والخيرات، أما من لا يملك شيئا فليس له ما يحسد عليه. ورغم مناورات الحساد فإننا حريصون على احترام ممارسة الحقوق والحريات، وبموازاة ذلك فإن من واجبات المواطن الالتزام باحترام مؤسسات الدولة التي ترجع حمايتها للسلطات الحكومية والقضائية والمختصة وللمؤسسات الحقوقية وهيئات الضبط والحكامة كل من موقعه.